السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفر الجامع. في الحقيقة إن سفر الجامع بينسب زورا وبهتانا إلى سيدنا سليمان، وهو بريء منه كل البراء. ففي صفحة 1378 من كتاب الآباء اليسوعيين يقول النص: لقد نسب نشيد الإنشاد إلى سليمان كما نسب إليه سفر الأمثال وسفر الحكمة وسفر الجامعة. لكن لا يوجد أي دليل أن سيدنا سليمان عليه السلام كتب أيا من هذه الأسفار. في المدخل إلى سفر الجامعة للآباء اليسوعيين صفحة 1360 يقول النص: إن هذا الكتاب غير متجانس، وهذا ما يجعل مطالعته عسيرة. إن هذا الكتاب غير متجانس، وهذا ما يجعل مطالعته عسيرة. انتهى كلام المدخل إلى سفر الجامعة للآباء اليسوعيين. ونعلق على هذا النص ونقول: هل كلام الله غير متجانس؟ هل كلام الله مطالعته عسيرة؟ طبعا لا، لكن لأن هذا كلام بشر فهو بالفعل غير متجانس ومطالعته عسيرة. أيضا في مقدمة الترجمة الكاثوليكية لدار المشرق يقول النص: إن سفر الجامعة لهو في الحقيقة أشد أسفار الكتاب المقدس غموضا وأقدرها في تضليل القارئ السطحي. انتهى كلام مقدمة الترجمة الكاثوليكية لدار المشرق. والسؤال الآن تعليقا على هذا النص: هل كلام الله غامض؟ هل الله يضل من يقرأ كتابه؟ طبعا لا، لكن لأنه كلام بشر فهو كلام غامض وكلام مضل. إن شاء الله نكون وضحنا الفكرة، ونلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.